بعد ده شوف حمدك اسمعني كويسين عليك الله، ما تدنقر لي راسك وحق مستحق. الزول ده بعد ده ما يقعد، ما داير انه عديل يتخارج يشوف له اي وظيفه ثانيه، دي ما شغلتنا. بعدين مدني عباس ده ما عنده جواز ثاني، ما يتخارج يمشي يشوف، ما عنده جواز ثاني خليه يمشي يعمل لجوء. احنا ما عندنا السودان كده، يبقى وزير بعد ما يشيلوه من الوزاره يمشي يشوف له دوله برا بيشتغل فيها. وبما انه احنا جبنا سيره الجوازات دي، شوفوا مين هسي عشان احنا السودان ده ذاته والله العظيم طلعنا عين ابوه. اي وزير قاعد في الحكومه هسي عنده جواز غير الجواز السوداني برا، واحد من اثنين، يا الوزاره يا جوازك ده. يعني زي هسي الكلام طلع في وزير العدل انه لما مشى مع البرهان الامارات عشان يوقعوا موضوع التطبيع، البنود والشروط اللي كانت قاعده في موضوع التطبيع اللي هي عباره عن احتقار للسودان، قال لك انه هو كان ماشي، يقال عشان ما اخذتها في ذمتي، هو ماشي وعارف الشروط كان شنو، ماشي داري يوقع جواز امريكي. بيجي اي وزير عندنا عنده جواز بيجوط السودان، ويوم البلد تكتم خلاص يجي ينكر لك السودان ده حطب زي صاحبنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الحاج محمد آدم. نعم. سوداني يا علي الحاج. ألماني من أصول سودانية. نعم. فعشان كده من هسي زول في الحكومه دي جوازه سوداني بس. المشكله والتناقض الكبير ذاته، زمان كان يقول لك القانون يقول لك انت عشان تبقى سفير او وزير او تبقى رئيس الجمهوريه لازم تكون مولود في السودان. ده هسي زول جوازه ما سوداني اصلا، تبقي وزير كيف انت؟ بعدين ذاته انا لا يعني ما عارف، يعني ده على الاقل عنده جواز اجنبي. صاحبنا ده حكموا عليه وقال لهم نو كومنت. لا يا شيخ، انت عندك جواز بريطاني برضه ولا امريكي؟ كده وريني جوازك شديد. نرجع لموضوعنا. مدني عباس ده انا بس داري اعرف قاعد لشنو، عيد السؤال ده مليون مره. يا اخي الزول ده يوم ما ياخذ قرار بيرجع يكنسل، لانه هو ذاته ما واثق من نفسه وما عارف ذاته قراره ده كان صح ولا غلط. والله العظيم انا ما بلومه شرط له قميصه ده خلاه طلعوا علينا فوق راسنا، الله يجازيه. بس كان يقطع طيب بدل ما يشرط له قميصه. سيد الرئيس، انا عندي طلب واحد بس بسيط. رجائي تطلب من الوزراء وكبار المسؤولين يقيفوا مرة في الشهر بس في صف البنزين والزيت والغاز. يا اخي والله ديل مش المفروض كل شهر يجيفوا مرة، ديل المفروض يوميا كل واحد فيهم